طيب ومصاريف الجامعة؟ نقطة مهمة قبل ما نقول مصاريف الجامعة، ما تفتكرش وانت جاي طالب هنا ان انت تيجي وهتحوش وهتعمل فلوس وهتنبسط والحاجات دي كلها. حاجات مش هتحصل. ممكن تحصل في حالة ان انت فعلا مشيت الخطوات بتاعتك صح. لازم تكون حاطط خطوات في حياتك ان انت تبدأ بيها من اول ما تيجي لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك وتخلص. يا جماعة الموضوع مش سهل خالص، وتعب نفسيا وجسديا وعقليا وكل حاجة. انا مش بخوفك، بالعكس انا بوعيك. طيب مصاريف الجامعة بتختلف زي ما قلت كذا مرة، مع ان انت معاك منحة او معاكش منحة. فطبعا ما تخشش اي جامعة انت ما فيهاش اي منح وهتدفع في اقل حاجة $10,000. ده كتير. في حاجات بتترم بالجامعات في 7,000 و6,000. بتختلف من مكان لمكان. وانا بساعدك في الموضوع ده ان انت تاخد سكولرشيب بالمبلغ ده، وكمان تخش الكلية بالمبلغ ده. اول سنة هتبقى اصعب سنة في حياتك، ان انت حرفيا بتبدأ كل حاجة من الصفر. انت حرفيا كأنك بيبي ولسه مولود. بتتعلم ثقافة جديدة، بتتعلم لغة جديدة، بتتعلم افكار جديدة، بتتعلم حاجات جديدة كلها، حتى المشي والكلام. فلو انت عايز تكمل في الدراسة في امريكا ابعت لي او اكتب لي الكومنت وهتواصل عليك على طول.